وأنه بالنسبة لي أنا المغرب تقريبا مع احترام الناس اللي ربما تفرح ما تفرحش إلى آخره، أكبر فرحة متاعي أكثر من الانتصار تعرفش شنو هي كيفية الانتصار، هي الحكم الرائع، هي الحكم اللي لم يرتكب أي خطأ، هي باش التشكيك يقع على حول المغرب وكذا. اليوم المغرب أجاب فوق الميدان، المقابلة كانت ممكن تحسم بضربات الجزاء لفائدة نيجيريا وحد ما نجم يتكلم. اليوم حسمت بفائدة المغرب، معناها المغرب باستحقاق وعدل، معناها ما عندكش اليوم باش تجبد أي حاجة شيء تخلي بعض الشك حول استحقاق المغرب. أنا فرحتي بطريقة تعبتنا صحيح بضربات الجزاء صحيح، ولكن لو انتصر المغرب 2 أو 3-0 ربما ناس ستتكلم وتقول لا وهي محسومة للمغرب. لا، بالقليل بالذراع بالتعب بالأعصاب فرحت برشا، لأنه فعلا اليوم للناس اللي تشكك وأنه المغرب فعلا عن جدارة وعن استحقاق. المغرب عنده مركب، المركب نتاع المغرب هو كاس افريقيا. المغرب عالمي ولكنه ليس بالافريقي، وهذه من المتناقضات ربما انه المغرب عالمي ولكنه في افريقيا وكانه كاس افريقيا اصعب للمغرب من كاس العالم. ولكن المره هذه الحقيقه حسينا وانه اللاعبين رغم قيمتهم كلهم كانوا مجندين، اليوم جنود. اليوم راهو المنتخب المغربي صحيح نحكيو على بونو لانه جاب الترشح، نحكيو على اشرف حكيمي، نحكيو لان فما زوز لاعبين بالنسبه لي انا مظلومين في الفريق المغربي، ما يتحدثش عليهم حتى حد، ربما يتحدث عليهم هكا تباعا سياقا. هو بطبيعه الحال اللاعب العناوي نائم ما لا لاعب وسط الميدان وعجوبه، واللاعب المزراوي حقيقة هذا من الزوز لاعبين ماك تعرف في كل فريق فما اكل جماهير اللي تقربهم وتحبهم، فما لاعبين بالخفاء في الخفاء ممكن مجهودهم اكبر، مش اكبر قتاليتهم اكثر، مش عادي مجهودهم اليوم غير عادي. رغم اللي كي تجي تسمي كل اللاعبين، ولكن الزوز لاعبين هذو انا الحقيقة حبيت نعطيهم نرفع لهم القبعة ونقول لهم فعلا اليوم كنتم انتم الابطال المخفيين، واليوم ان شاء الله وجوهكم ونشاطكم ومردودكم يرفع للشمس. هذا من زوز لاعبين، تحيه لكم وتحيه ليك وتحيه لمشاهدين متابعين المساء الرياضي. سؤال لك بدر، تابعت ركله الجزاء الاخيره؟ اي الترجيحيه بالاعاده من سجلها؟ يوسف نصير على ما يوسف نصير. واسمح لي هنا اعذرني لانني وانا انقل تهانئي اولا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، وايضا للشعب المغربي للشعب العربي كافه، وايضا على وجه الخصوص لاسود الاطلس. لابد ان نهديهم بعض الكلمات اللي هي يرددها المغاربه والتي تقول مغربي راسي مرفوع، صوتي ديما في العالم مسموع، ديما للامام ما كاين رجوع، حب المغرب في القلب مطبوع، عندنا الرجال عندنا السبوعة يلعبوا بروح المجموعة، اليأس عندهم كلمة ممنوعة. صح الله ونقول وياك احنا ديما مغرب ومن الأفراح، وبديت مبروك لنا